السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صباحكم مشرق بنور الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صباحكم خير وبركة ورزق ورضا وراحة بال من الرحمن، اللهم امين. هنعمل النهاردة، كان عندي نص كيلو بانيه قطعته كده زي الشاورما، وقلنا هنعمل بيه فاهيتا النهاردة. الولاد طلبوها مني. ضفت كده يا حبايبي نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الكاري، وهنا حوالي 3 معالق كده من الزيت. يا حبذا طبعا يكون زيت زيتون لو مش متواجد اي زيت عندك، ومعلقه معلقه كبيره من الثوم المفروم، ومعلقه كبيره من هريسه الفلفل الحار الاحمر. كل دي حبيبتي مكونات، اي حاجه عايزه تستغني عنها شيليها يا حبيبتي. بس هي كل واحدة بتعملها ايه بطريقة، يعني هي دي مش الطريقة بتاعها المعتمدة، بس هي دي الطريقة اللي بحبها وبطلعها معايا بنتيجة جميلة. اعتمديها يا حبيبتي وعلى على ضمانتي ان شاء الله. زي ما قلت لك، حابه تضيفي حاجه زوديها، حابه تشيلي حاجه براحتك خالص. المكونات دي بترجع لك يا حبيبه قلبي. هنا بقى يا حبايبي ضفت كده كوبايه صغيره من الزبادي، وعصير ليمونه كده يا حبايبي، ومعلقه كبيره من الخل. بس كده يا حبايب قلبي. ونقوم بقى مقلبين كل المكونات دي مع بعض، وشميلي بقى الريحة واللون والطعم، حاجة كده اللهم بارك. شايفين يا حبايبي؟ من غير ما نضيف لسه الفراخ، التتبيلة تحفة بجد، اللهم بارك يا حبيبتي. هنا اللي نسيت اقولك ان البانيه كان اوريدي اصلا انا متبلاه وعيناه في الفريزر، اللي هو ببصله مبشوره وملح وفلفل وحبانه على لورا. اي فراخ عندي لازم بكون متبلاها بالتتبيله دي وحطها في التلاجة في الفريزر. فلما طلعتها كان هي بقى اوريدي فيها الملح والفلفل الاسود، فسبب ما ضفتش في المكونات. بس انت طبعا لازم تضيفي يا حبيبتي الملح والفلفل الاسود ونطرة بسيطة من الحبان على اللورة. ما شاء الله بتنقل معاكي الفراخ في حتة تانية خالص، وانسي اي ريحة صفرة معاكي. هنا منها كانت الفراخ في الفريزر، فاوريدي بقى متبله وطريه وجميله بالبصله والملح والفلفل. لكن انت بقى لو مش متبلاها قبل كده، ممكن تسيبيها ليله كامله، اقل حاجه نص ساعه، تغطيها كده وتعينيها في التلاجة. هنا يا حبايبي سخنت الطاسة كويس جدا، ونزلت بالكمية متهيالي على 3 مرات، أو ما كانش 4 كمان، عشان ما نبردش معانا الطاسة والفراخ تنزل ميتها وتنشف معانا. لا، الطريقة دي بتخليكي تحتفظي بطراوة الفراخ، وفي نفس الوقت الطاسة ما بتبردش معاكي، ولا الفراخ بتنزل اي نقطة مية معاكي. شايفين يا حبايبي الطاسة ناشفة ازاي؟ حاولت كده اوسع مكان، ما قلبتش خالص. وهقوم ضايفة معلقة كمان كده من الفراخ في الجزء الفاضي، وهفضل بقى كهكذا لعند ما الفراخ تتشمع من تحت خالص. اقوم جاية بدأ اقلب، غير كده زي ما قلتلك ما تقلبيش. شايفين يا حبايبي اتشمعت من تحت ازاي؟ حتى لو ما خدتش لون، بس بس خلاص المسام بتاعها قفلت واتشمعت خالص. فكده الوقت ده نقلب، غير كده ما تقلبيش. ركنتهم في جنب برضو، وها وهضيف كمية تانية من الفراخ اللي معانا. التتبيلة دي حبيبتي جميلة وهتعتمديها، وزي ما قلتلك زي المتوافر عندك. اي تابل من اللي ضفته مش متوافر عندك، حابة تستغني عنه استغني عنه خالص يا حبيبتي، مفيش اي مشكلة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم اهدي اولادنا ونجحهم واشف مريضهم وسهل الامتحانات على الثانوية العامة، وسهل عليهم كده يا رب النتيجة كده يكون كلهم موفقين يا رب، والتنسيق يكون كويس برضو معاهم، ويحقق لكل طالب وطالبة، والأب والأم يا رب يفرح أبنائهم بأولادهم وبنجاحهم، ويدخل البيوت كلها الفرح بعيالها يا رب، اللهم آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وانصر اخواتنا المستضعفين في كل مكان، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بعد ما خلصت شمعت كل الكمية يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، نزلت ببصلاية كبيرة كده مقطعاها جوليان، وفلفل اخضر وفلفل احمر الوان واصفر. طبعا حابة تستغني عن حاجة فيهم براحتك خالص، وطبعا متوفر عندك. وهنا بقى اضافة من عندي بعد ما الفراخ اتشوحت مع البصلة
والفلفل كده حبايبي ودخلت في سوا. ما بحبش البصلة تبقى فيها قرشة بقى، بقرص عليها في السوا شوية عشان تبقى مستوية كويس. ضفت معلقتين من دبس الرمان، دي اضافة من عندي. حابة تضيفيها هتضيف معاكي تست رائع، حابة تستغني عنها براحتك خالص يا حبيبة قلبي. بس دي إضافة من عندي. شوفوا الجمال واللون، حاجة كده اللهم بارك، ولا ريحة عاوزة أوصف لكم. صدقوني جربيها وهتبهرك وتبهر أولادك إن شاء الله. ربنا يا رب يعينكم ويسعدكم ويصلح حالكم، ويعين كل الأمهات يا رب على خدمة بيوتها وأولادها يا رب، وتعملوا لهم الحلو كله. في الوقت ده كنت غطيت بقى الطاسة معايا حوالي 10 دقايق كده عشان الخضار يدبل زي ما قلتلك، والفراخ بقى والتست بقى ما شاء الله يبقى كله متشرب معانا. حاولت كده افرق الطاسة عشان اوريكي الطاسة ناشفة وما فيهاش ما شاء الله ولا نقطة سوائل نازلة، الفراخ سخنة خالص. عايزة اوريكي السوا بتاعها اللهم بارك، بتقطم كده قطم. شايفة حبايبي مع انها صدور بس جوسي وجميلة ومحتفظة بالطراوة بتاعها. في الوقت ده كانت خلاص بقى ما شاء الله اللهم بارك، طلبت الاكيلة. تعيشوا وتعملوا الحلو كله يا رب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اختكم باللايك والاشتراك والسبسكرايب، وتشيروا الفيديو مع اخواتكم وحبايبكم. الله يسعدكم ويراضيكم حبايب قلبي، ويعطي كل سائل سؤاله يا رب، ويعطيكم اكثر مما تتمنوا زيادة. شايفين يا حبايبي الفراخ والخضار فيها اللهم بارك، زود الكمية وفي نفس الوقت معطي قيمة غذائية عالية. ربنا يهدي اولادنا يا رب. عند ولادي يوموا جايين بقى منحيين بقى البصل والفلفل دوت، بس انا مين بحطه برضو، واللي مش عايز ياكله براحته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.